أعزيكم جميعا في وفاة حكيم العروبة وحكيم العرب جلالة الملك عبد الله ملك السعودية. وأرجو من أبنائي وبناتي أن يقفوا معي دقيقة واحدة حدادا على روحه الكريمة والفتحة. تفضل. أحد هذا الرجل العظيم له مواقف كثيرة لا تعد ولا تحصى، كذلك الشعب السعودي الكريم الشقيق. برجع بذاكرتي لسنة 73، لانتصار 73 وما كان بيننا وبين العالم، وجلالة الملك المرحوم الملك فيصل العظيم الشامخ المقاتل. الرئيس أنور السادات رحمة الله عليهما قال له: أنا مش عايز يا ولدي أكثر من إني قبل أن أنتقل إلى الدار الآخرة أن أصلي في بيت المقدس، وكل اللي أنت عايزه من السعودية تحت أمرك. والذي حدث إنه لعب بسلاح جديد لم يتوقعه الغرب، وهو سلاح البترول. منع البترول عن العالم كله. السعودية كلما كانت مصر تقف في موقف عنيف، أول يد تمتد يد السعودية والشعب السعودي والحكومة السعودية. لما حدث الظروف السوداء التي مرت بها مصر وجاه موضوع رابعة، مباشرة أصدرت السعودية قرارا ملكيا حكوميا باعتبار علامة، شكل العلامة اللي بيعملوها بتاعة قولوا معايا الرابعة، علامة يعني من علامة إرهابية، واعتبار هذا التشكيل العصابي اعتباره إرهاب وعمل إرهابي. في طبعا مشاكل عديدة جدا، من أهمها يعني تحديات كثيرة موجودة في اليمن جنوب السعودية. تحديات عنيفة جدا ولا أول لها ولا آخر، ومحاولات للسيطرة على الأرض ومحاولات للسيطرة على المنطقة العربية، والحدوتة صعبة جدا. احنا بالنسبة لنا يا عرب عندنا وحدة لغة، عندنا وحدة نشأة، وحدة عقيدة، وحدة دين، وحدة عندنا كل هذه المعاني والمعايير مرتبطة ببعضها. النظام والاتحاد الأوروبي تبص تلاقي واحد مثلا يوناني جنب واحد إيطالي، جنب واحد بلجيكي، جنب واحد فرنساوي، جنب الاتحاد الأوروبي، وكل واحد من دول بينه وبين زميله مترجم. احنا مش كده، احنا بنتكلم عربي، هم مش عايزين ترجمة، احنا مش عايزين ترجمة، احنا لغتنا ومع هذا هناك خلافات. ندعو الله ان
السعودية التي لا ننسى مواقفها أبدا، أن يتغمد الله برحمته ملك السعودية الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويتغمده برحمته، ولهم من البرنامج الذي يكتشف المواهب وعلى قاعدة من الأخلاق والمثل العليا، إن هذا البرنامج يبعث بعزائه الشديد للشعب السعودي للحكومة السعودية، ويتمنى كل الأماني الطيبة لشعب السعودية والاستقرار على الساحة العربية. وإحنا عادة بيبقى عندنا أجهزة صوت وبنغني لمصر، للأمة العربية، معانا إيقاعات، معانا كورال بيغني، ولكن طبع الشعب المصري والشباب المصري في حال من الحزن. أنا جيت التلفزيون حاولت أركن عربيتي لقيت الشوارع مقفلة. ليه يا جماعة؟ قالوا ما نعرفش، لكن إحنا الإدارة الأمنية هنقعد بالشكل ده لمدة أسبوع. عرفت بعد ما طلعت يا دوبك سلمتين أنه حداد في مصر من الحكومة المصرية ومن التلفزيون المصري ومن شعب مصر، تقديرا وحبا وتقديرا. لما يجي الأيام الماضية القليلة كان بيمر جلالة الملك المرحوم الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمة الله عليه، مر بالطيارة وأصر إنه ينزل بالطيارة، ينزل ويكمل. فراح الرئيس المحترم الفاضل الملتزم عبد الفتاح السيسي، رئيسنا المقاتل الوفي المخلص لأمته العربية ولشعبه، طلع له تقديرا له بسرعة، وربنا يديله الصحة والعافية، كم رأيناه يجري ويسعد ويجري ويتحرك ويعمل عبور ضحية، وياخد معاه وزراءه وياخد معاه شباب المصريين، وبعدين بيقبل رأسه. شوفوا الأدب بين الكبير والصغير، شوفوا الأخلاق. أهو قدامي في المونيتور بيقبل رأس جلالة الملك، لأن جلالة الملك فوق 90، يعني رئيسنا العظيم المحترم حفيده، ورئيسنا الحفيد المحترم اللي بنتعلم منه كل مرة وكل يوم يطلع علينا درس في الأخلاق وفي الأدب وفي الالتزام. نزلت الطيارة، طلع الرئيس قبله وحياه وقام بواجب التحية وقال له بلدك مستنياك وحياه، وانطلقت الطائرة ودعا له بالسداد وبالتوفيق. وطبعا ما حدش يقدر يعترض على قرار الله سبحانه وتعالى، مفيش يعني، وما حدش يغلى على ربنا، لأن على خالقه الرسول عليه الصلاة والسلام انتقل إلى رحمة الله، السيد المسيح انتقل إلى رحمة الله، يعني الأنبياء والأولياء. فاللهم اجعله من الأولياء الصالحين أن يكونوا مع الله في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ودلوقتي هنقرأ شيئا من القرآن الكريم، رحمة ونور وبركة على روح هذا الراحل العظيم
أحمد فارس، ومن شبابنا الأفاضل، حينعي جلالة الملك بإنشاد كريم وبقرآن قبله كريم. اتفضل يا أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. صدق الله العظيم. أحمد أحسنت. هتقول إنشاد بعد ما زميلك يقرأ القرآن الكريم دلوقتي، هتقولوا انتوا الاثنين إنشادين. بالنسبة اللي هيقول دلوقتي يقرأ من ما تيسر من القرآن الكريم ابننا عبد الرحمن محمد، يقرأ ما تيسر على روح الشهيد الكبير الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. والسابقون السابقون في جنات النعيم. صدق الله العظيم. أحسنت يا أحمد، أحسنت يا أحمد. اتفضل كمل وقول الإنشاد بتاعك. أقوم بالليل
والأسحار ساجية أدعو وأمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائد وجل ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد مهما لقيت من الدنيا وعارضها فأنت لي شغل عما يرى جسدي تحلو مرارة عيش في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك في رضاك تحلو مرارة عيش في رضاك ولا أطيق سخطا على عيش من الرغد من لي سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك ومن سواك يرى قلبي ويسمعه كل الخلائق ظل في يد الصمد أدعوك يا رب أدعوك يا ربي. أحسنت يا أحمد، أحسنت. ما تسقفوش أنتوا، أنا اللي بسقف لإجادة الأداء. شكرا يا ولدي. بنتنا ياسمين محمد شعبان هتقول لنا شعر ديني. اتفضلي ياسمين وخدي الميكروفون وبصي للكاميرا يا ماما. اتفضلي. بأبي وأمي أنت يا خير الورى، وصلاة ربي والسلام معطرة، يا خاتم الرسل الكرام محمد، بالوحي والقرآن كنت مطهرا. لك يا رسول الله صدق محبة فاقت محبة كل من عاش على الثرى. لك يا رسول الله صدق محبة لا تنتهي أبدا ولن تتغير. لك يا رسول الله منا نصرة بالفعل والأقوال عما يفترى. نفديك بالأرواح وهي رخيصة من دون عرضك بذلها والمشترى. للشعر شرذمة تطاول رسمها، لبثت بثوب الحقد لونا أحمر، قد سولت لهم نفوسهم التي خبثت، ومكر القوم كان مدبرا. تبت يدا غلت بشعر رسومها، وفعالها فغدت يمينا أبترا. الدين محفوظ،
الدين محفوظ وسنة أحمد والمسلمون يد تواجه ما جرى. أو ما درى الأعداء كم كنا إذا ما استهزأوا بالدين جندا محضرا. الرحمة المهداة كان مبشرا، ولأفضل كل الديانات قام فأنذر، ولأكرم الأخلاق جاء متمما يدعو لأحسنها ويمحو المنكر. صلى عليه الله في ملكوته ما قام عبد في الصلاة وكبر. صلى عليه الله في ملكوته ما دارت الفلك أو نجم سرى. صلى عليه الله في ملكوته ما عاقب الليل النهار وأدبر. وعليه من لدن الإله تحية روح وريحان بطيب أثمر. وختامها عاد الكلام بما بدا. بأبي وأمي أنت يا خير الورى. بأبي وأمي أنت يا خير الورى. بأبي وأمي أنت يا خير الورى. أحسنتي، شكرا جزيلا. هايلة يا ياسمين، وبتعبري بشكل رائع. طيب، ميادة محمد، اتفضلي يا ميادة. مش عايزين نطول يا ميادة لأن العدد كبير. أنا هقول قصيدة اسمها عيون مصر. أيوة. للشرطة بمناسبة إن هو عيده بكرة. للشرطة، عظيم. لما نذكر الأمان، لما نفتكر اللي كان، يبقى لازم نشكر اللي علمونا يعني ايه كلمة أوطان، اللي ربوا واللي تعبوا واللي ضحوا بالحياة، اللي ماتوا واللي صحيوا واللي كانوا طوق نجاة. نشكر الضابط اللي ضحى بالحياة علشان يعيش. نشكر الجندي اللي واقف يحمي سينا والعريش. نشكر الجندي اللي حارب ودمه غرق الميدان. الشرطة مش بس نسر، الشرطة مش بس نسر على الكتاف وكام دبور. الشرطة أمانك في بيتك وجوه أكمنة المرور. الشرطة مش بس درع يحمي ويصون الحقوق. الشرطة مش بس سلطة، لا يا مصري اصحى وفوق. لولا الشرطة في حياتنا كبقت حياتنا غابة، والقوي ياكل الضعيف ويدوس على رقاب الغلابة. وانت نايم جوه بيتك، انت نايم جوه بيتك وهو واقف على الحدود. انت متهني بحياتك وهو مش ضامن يعود. ايوه الشرطة في حياتنا متكرمة وليها 100 وسام. ايوه الشرطة ضحت بالغالي وده مش كلام. ايوه من غير الامان انت مش راح يوم تنام. من النهاردة انت يا مصري تفتخر بأمن بلادك. من النهاردة انت هتعرف الأمن في عيون ولادك. من النهاردة كلنا هنضرب لها تعظيم سلام. عشتي. تحية لبنتنا العزيزة ميادة، ولكل مصري بيحب مصر وبيدوب في تراب مصر. في عندنا هدية لطيفة من المنوفية، وصديقتي جدا كل حين تفتكرني وتكلمني في التليفون واقول لها تعالي يا أمينة، فتفضلي يا أمينة وامسكي الميكروفون وقولي لنا حاجة من حاجاتك. انها عاملة حاجة لجلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز. تفضلي يا حبيبتي. الله يرحم الأيام الحلوة اللي كنا بنغنيها في غنوة. الله يرحمك الله يا ملك عبد الله، ألف رحمة ونور عليك يلي كنت لامم العرب حواليك. ساعدت مصر كتير وكنت بتدزل الغير، سايت للصلح بين العرب وشهدت لك الدنيا يا ملك العرب. مصر كلها حزينة عليك يلي كنت أب وأخ لكل اللي حواليك. عمرك ما غضبت ربك وكنت سند لكل أهلك. عمرنا ما هننسالك وقفتك معانا وقت الضيق، وكنت أعز وأغلى صديق. ملك السعودية ليه جمايل كتير عليا. الله يرحم أيامك يلي كنت حامي بلادك ومحافظ على ولادها كأنهم ولادك واخواتك.
الله يرحمك يا ملك عبد الله، يا سايب علامة في القلوب عمرها ما هتدوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. أحسنت يا حبيبتي. دلوقتي عندنا 3 أو 4 منشدين. أنا عايز أقوى واحد فيكم، هتقولوا كلكم بس أقوى واحد هيخش الأول. يا حازم فرج، يا مروان فرج، يا سمير عصام. طيب فين حازم؟ طيب يا حازم اتفضل. صلت عليه حاسب بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه صلت عليه حاسب بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه أوقات تكون مخنوق ساعة خلقك يضيق وتحس إنك وقتها في شدة وضيق وتلاقي ناس حواليك وأحيانا صديق بيقولك اهدى بس وصلي على النبي وتلاقي روحك تصفى ما بتعرفش ليه أول ما بتصلي وبتسلم عليه حتى اللي كان تعبك ساعتها تقوم نسيه. ما هي دي بركة صلاتك على النبي صلت عليه حاسب بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه صلت عليه حاسب بإيه دلوقتي أحسن ولا إيه. أحسنت، برافو عليك. يا ترى ناخد ابننا سمير عصام؟ طيب يا سمير اتفضل يا حبيبي. أنا من تراب والإرادة هي سرك فيه تنوروا بحكمتك وبرحمتك تحيي. أنا من تراب والإرادة هي سرك فيه تنوروا بحكمتك وبرحمتك تحيي تراب وسرك إذا مس التراب يحييني الهمني حب الخير حب الجمال والحق خلينا أقول للشيطان مهما غواني لا علمني أثبت ولو زال الجبل وانشق علمني يا رب الهمني يا رب يا رب سبحانك يا رب يا رب سبحانك. برافو يا مروان، برافو. انا طيب كويس قوي. عايز مروان فرج. اهلا، ازيك يا استاذ مروان؟ اتفضل يا حبيبي.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. البدر كطلعته وجه جميل، والشمس كبسمته ظل ظليل. هو عبد الله سيد الخلق ومصطفى، وحبيب الله خير مبعوث لوحي الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه، يا ربي صل عليه صلوات الله عليه. برافو. كان نفسي اسقف لك، لكن لوقار الموقف وجلاله فانا بسقف بقلبي. اتفضل. مروة الكحلاوي. اتفضلي يا مروة، وبصي ايوه للكاميرا. هتقولي ايه يا مروة؟ هقول عرفت الهوى. طب اتفضلي. عرفت الهوى مذ عرفت هواك، عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن عاداك، وكنت أناجيك يا من ترى، وكنت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك. أحبك حبين، حب الهوى، أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. يا حبيبتي شكرا. عبد الله المساعيدي ولا المساعدي ولا مساعيدي نسبة للمساعيد؟ طيب اتفضل يا عبد الله. فخامة الملك عبد الله بن عبد العزيز، أياما إذا هم الجميع لحبه وتحبب الجمع العظيم لفعله، رأيناك رحبا على الأحوال ذو ورع، لا تخشى إلا من تجلى عذابه، فاجعلنا منك أساطير نحاكيها باسم الذي طاب الجميع لسنائه، إليك يا من تسام عطائه، ولقد نطق الأصم لجوده، حتم علينا الحزن في أحشائنا لفراق من يهوى البلاد بقدره، لفراق خادم الحرمين الملك عبد الله، وقد أدى ذلك ابتغاء لربه، ملكا تعاظم في العروبة شأنه حكما، وعدلا استقام لربه. ولقد سمعت الناس في ذكراك قول حسن إلى من تسام عطائه،
ألست من زرع القلوب كرامة؟ أوليس من وجد الفؤاد بهائه؟ يكفيك ربي رحمة وسعادة، للخلد تلقى جنة برضائه. مغفرة يا ربي يا غفور، ورحمة ونور يشع بين التراب وقبره. ولن أظن بأنني أجد الدواء، فالبحر لن يثبت ليهدأ موجه. وطني الكبير، وطني الكبير، وطني الكبير، فقد افتقدت منارة تهدي السبيل لمن أراد نجاته. تكلمت عنك الصخور بلوعة، ملكا ملكا تعظم في العروبة شأنه. فلقد كتبت قصيدتي بمحبة، وصمت صمت الليل حين زواله. وتركت شعري في الزمان حكاية يحكي بها الإنسان عن أمجاده. فالشعر إحساسا بحق كلامه، ينطق باسم الحق حين سؤاله. أحسنت، برافو عليك. عندنا آية نبيل. طب يلا آية، اتفضلي. محمد نبينا أمه آمينة، من مكة حبيبي نور سطع المدينة. من صلى صلاته تحلى بصفاته، يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا أمه آمينة، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. من صلى صلاته تحلى بصفاته، يا بخت اللي في دله ماشي يشفع له في مماته. يا إيماننا يا أمين، يا سند للمسلمين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام، والحبيب مسك الختام. وبصلاته طول حياته بدعى صلي وراه. محمد نبينا أمه آمينة، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة. برافو، أحسنتي، أحسنتي يا مياد. مين عندكم؟ محمود بدوي. فين محمود؟ يلا محمود، ولا تطل، عندنا 2 بعديك. اولا احنا ابننا المملكه العربيه السعوديه والامه الاسلاميه والعربيه طبعا، وبنعرف ان رئيسنا السيسي توجه من دافوس، فاحنا هنتبادل الحب، يعني هنقول قصيده في حب الرئيس السيسي. فاقول له: نازل اقول لك اني بحبك، نازل اقول لك اني فداك، روحي وحياتي ما تغلى عليك، بحبك مش قادر اخبي عليك. حرام اننا كنا مفتقدينك كل السنين دي، وجميلك شايله في عينيا، وبتكلم باسمي وكل اللي حواليا. بنقول لك خلصنا من البلطجيه وكل اللي بيحاولوا يخربوا في المحافظات المصريه. بنقول لك باسم مصر احمي مصر، ومعاك اخويا وصاحبي اللي في العسكريه. حرام الناس اللي بتروح ضحيه عشان تبقى اخوانيه، بيقتلوا في الناس ورافعين شعار وبيقولوا سلمية. نازل أقولها ومرفوع الراس، إنك كبير وكبير كل الناس، اسمك في التاريخ مكتوب، وكفاية إنك دخلت كل القلوب بخطابك اللي فرحنا كلنا ورجعنا لبعضنا وأنقذنا من الخطأ اللي وقعنا فيه غصب عننا. أحسنت، جميل. اسمك إيه؟ خالد، مش كده؟ اتفضل يا محمود. أول حاجة اسمها يا أمي أنا في العريش مش راجع. اتفضل. أنام إزاي والنار في قلب أمي على أخويا اللي راح، واقف في مكانه راجل يخاف منه الخوف، وفي لحظة غدر حضنته النار. رحب وقال أموت ضد كل جبار، رحب وقال أموت ضد كل جبار. وفي لحظتها العمر الشريط بيجري، اتخيل حزن أمه وبكاها بدل الدموع نار. وفي لحظتها العمر الشريط بيجري، اتخيل حزن أمه وبكاها بدل الدموع نار. لكنه في عيونه دمع على فراقها، لكنه في عيونه دمع على فراقها، وحضنها ليه حضن حار. أصلها في آخر أجازة أمنتني أمانة، لعد لها من تاني بألف سلامة. وكانت بتقولي ابعد لما أجيلك النار، أنا عايزاك من تاني بلاش عرق الشهامة.
وكانت بتقول لي ابعد لما تجيلك النار، انا عايزاك من تاني بلاش عرق الشهامة. عارفة انك بتحب ارضك وبلدك، لكن عيني هتروح لو مش شايفاك. يرضيك عيش كفيفة بقية العمر اللي عايشاه، يرضيك عيش كفيفة بقية العمر اللي عايشاه. وفي لحظة ما شاف النار اتشاهد، وفي لحظة ما شاف النار اتشاهد وقال سامحيني، قالت له سامعاك. وفي لحظة ما شاف النار اتشاهد وقال سامحيني، قالت له سامعاك. أمانة عليك لا تزورني في المنام كل يوم، وصوتك أكون سامعاه. وسلمني على اخواتك الشهداء اللي وياك، ويوم القيامة أكيد هتاخدني في الجنة معاك. يا ابني أنا فرحانة بيك، أنت راجل، هخلي اخواتك يدعولك، أنت بطل من الأبطال. برافو يا عليك. في واحد بعديك ويا دوبك، وهنختم على اللي جاي. اللي جاي اسمه عبد الله حنفي. يلا يا عبد الله. لا مفيش غنى بقى لمصر. هقول كلام في حب مصر يعني. اتفضل. يا عيني يا ليلي يا ليلي، يلا حضنك هو نفسه حضن أمي، يلي ليكي فيا أكتر من اللي ليا، يلي مهما بعدت عنك جوا دمي، يلي حبك عندي حاجة مش عادية. كل شارع من شوارعك في حكاية عن صحابي وعن حاجات حصلت معايا. ناس كتير قالوا لي غني غنوة ليها، بس مهما كان غنايا مش كفاية، رغم اي محنة صعبة عشت فيها. بكرة قادر نبني فيكي ألف قصر، يلي بتقولوا انها راحت عليها. اسألوا كتاب التاريخ من هي مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا